من الدوحة زميل جمال الشباني دائما نشط في كل محطاتها الإعلامية. جمال، مرحبتين جمال. مرحبتين أستاذ محمد، مرحبتين للدكتور عوض القويري وأيضا للميسرو نادر الترهوني، ونتمنى لكم ديما التوفيق. في البداية أستاذ محمد خلي نفتح قوس بسيط، نحب نحيي برنامج من الملاعب وعلى طرح هذه المواضيع المهمة، واللي في الحقيقة العديد من القنوات تفتقد لهذا النوع من الطرح اللي هو بالفعل يفيد الرياضة الليبية، يخدم مصلحة الرياضة الليبية. وهذا ليس غريب عليك أستاذ محمد، خبرة سنوات طويلة بالتأكيد سيكون نتاج لمصلحة الكرة الليبية والرياضة الليبية بصفة عامة. بخصوص ليست سمعت قلت ربما موضوع السيد عبد المولى المغربي اللي هو رئيس انت اول من طرح هذا الموضوع من خلال السوشيال ميديا جمال، هذا علشان نستخدم معك، يعني انت كنت صاحب البادرة الاولى، يعني تفضل. شكرا لك. وانت كملت هذا الموضوع الخطير في الحقيقه. انت قلت ربما زلت اللسان، لا بل قالها مع سبق الاصرار والترصد. يعني كنت مستغرب ان اذا كان سبق الاصرار والترصد جمال زي ما قلت انت، احنا ندعو المدعي العسكري العام الى استدعاء رئيس اتحاد الكوره بحكم انه هو عسكري والتحقيق في هذا الموضوع، والا تتكرر مره ثانيه مثل هذه الاطروحات اللي تدعو الى الفتنه وتدعو الى تقسيم البلاد. تفضل جمال. للاسف استاذ محمد ان انت ذكرت موضوع العسكري، هو تقريبا المفروض يعني نعرف اي خريج من كليه عسكريه اقسم على وحده اراضي ليبيا. صحيح يعني انت صحيح. حتى القسم الان انت اخليت به، هو قسم الله، وهذا شيء معروف. في الحقيقه انا لما سمعت الموضوع استاذ محمد طبعا الحديث والله يا جمال معلش نقطعك، انا اراه والله العظيم يا جماعه ما لنا نكره عبد المولى ولا شيء، يروى عبد المولى والشارعي وصاحبي، ولكن في الشأن العام فيما يخص البلاد ما نعرف صاحب ولا نعرف صديق. نعم، هذه هي احنا اكيد ما عندناش اختلاف مع استاذ المغربي، لكن رئيس الاتحاد الليبي اللي المفروض يتمتع بالمعايير القياديه اللي تقود كره القدم الليبيه، انت على هرم اكبر لعبه شعبيه وهي باكثر جمهور رياضي على مستوى ليبيا ومعروفه في العالم. يعني لما تطلع وتقول تصف المجموعه الاولى اللي هي في مدينه بنغازي، عند مدينه بنغازي وما جاورها بدوري ليبيا الشرقيه، وتصف المجموعه الثانيه هي مدينه طرابلس وما جاورها من انديه، تصفها بدوري ليبيا الغربيه. وقال أنا استمعت للحوار نتاعي اللي كان مدة 27 دقيقة في راديو السويحلي مع الزميل خليل عبيد، استمعت حتى لا أظلم الرجل في الحقيقة، حتى لا أكون متجني لأني أنا في أمان الآن. استمعت للقاء كامل، استمعت لما قال لي كلمة ليبيا الشرقية وليبيا الغربية، قال ومتأكد أن العديد بيزعلوا مني في النقطة هذه. يعني احنا لو فرضنا ان هذا الكلام هو واقع بحكم ان هناك انقسام سياسي في ليبيا، هناك برلمانين، هناك حكومتين، هناك جيشين، هذا كلنا نعرفوه، لكن في النهايه المؤسسات الرياضيه هي مؤسسات جمال، لكن هناك شعب واحد وارض واحده. نعم، والمؤسسات الرياضيه مؤسسه واحده. انت الاتحاد الليبي لكره القدم يعني هو اتحاد واحد ويمثل ليبيا كلها. انت الان دورك يا سيد رئيس الاتحاد الليبي لكره القدم، الان دورك الان في هذا الوقت هو الدور الرئيسي. انا كنت اتمنى من رئيس الاتحاد يعني يطلع بافكار جديده. كنا المفروض ان نتكلم معاك استاذ محمد، ونتكلم مع ضيوفك الكرام، يمكن حتى الجانب الرياضي وخاصه الجانب الكروي، كنت اتمنى نتكلم عليه ان نطرح استراتيجيات لتنظيم دوري ليبي مثلا من 16 فريق بآلية جديده، يتكلم عليه موضوع ثاني. يعني للاسف حتى من للاسف كان خلال اللقاء مفتخر باكمال الدوري، قال لقد الحمد لله كملنا دوري الليبي واحنا سعداء. هل الاتحاد الليبي لكرة القدم مهمته اكمال دوري؟ هذا شيء طبيعي انك تكمل دوري، والدوري انت كملته لما بدات الدوريات في العالم كلها يوم 15/8 او 14/8. انت تتكلم يعني كنت اتوقع ان يتكلم عليه يعني كيف تطوير المنتخبات الناشئين اللي ما عمرناش ترشحنا لكاس افريقيا على مستوى المنتخبات الناشئين وعلى مستوى منتخبات الشباب وعلى مستوى المنتخب الاولمبي اللي
رافد مهم للمنتخب الاول. هذا رئيس الاتحاد الليبي اللي بيتكلم، هذا اللي ندور فيه. الشخصيه القياديه استاذ محمد وانت ادرى بها، وكل اللي يسمعوا فيه لابد يعني هناك سياسه رياضيه. يعني على سبيل المثال الان يحضرني في الذكرى السيد احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني اللي نقل الكره الموريتانيه من القاع الى القمه. هذا الرئيس اللي يحتذى به واللي فعلا نال جائزه افضل رئيس اتحاد كره في افريقيا تقريبا من في العام الماضي، ونال شرف لقب القائد في الكره الافريقيه. هذه الشخصيات اللي فعلا تبني وطن وتبني بلاد. يعني في الاخير نستناك يا رئيس الاتحاد ان تقول لي انا منظم دوري 16 فريق في ليبيا الغربيه وليبيا الشرقيه. هذه كلمه اساءت مش اللي كنت لرئيس الاتحاد، هذه انت اساءت بها وصدمت 7 مليون ليبي. الامه الليبيه كلها صدمتها بهذه الكلمه اللي احنا زي ما قال سمعت الدكتور عوض قال حتى في الحلم ما تنقالش. هذه كلمه خطيره، هذه تمس هذه خطوط حمراء. هذه من رجال الاستقلال الاولين كانوا هذه وحدوا ليبيا، وكان هذا خط احمر يعني تصل فيه حتى القانون الليبي يعاقب عليها. يعني انت حتى ولو قلتها حتى ولو كان في راديو محلي او اذا انت رجل لابد يعني تعي ماذا تقول في الحق. لازم يكون رزانه، لازم يكون يعني انا اقول لك على حاجه. لو انت يا سيد الرئيس الاتحاد لو انت ما تعرفش تتكلم معلش ابتعد عن الحديث. يعني حتى للاسف حتى مره في مداخله في بين سبورت استمعت لي يعني نتمنى يكون أن نكون غلط. أنا مش معناها أني ضد عبد المولى زي ما قلت لك أستاذ محمد. احنا مع ليبيا، احنا نبغى رجل حكيم، رجل قيادي يقدر يقود اللعبة، وخاصة مع هذه الأندية. وأنا كنت أتمنى أن يكون هناك موقف من الجمعيات العمومية للأندية، موقف من اللجنة الأولمبية. يعني كانت المفروض في إصدار بيانات يطالبوه وأنا طالبة من خلال المنبر نتاع الأستاذ محمد أنه يعتذر بصراحة، اقل شيء يعتذر للجمهور الليبي وللشعب الليبي. هذا موضوع خطير. حتى اتحاد الكره اللي معاه ما قالوش حتى كلمه. اللي معاه في اتحاد الكره غيروا الاجتماع من مصراتة داروا في بنغازي وخلاص. نعم، وهذه من الاشياء اللي بنقول لك عليها محمد. هو خلال اللقاء تبعته كان هو اعلن في خلال الراديو ان الاجتماع حيكون في مدينه مصراتة يوم 14. اليوم شفت أنا القرار أو أمس صدر من الاتحاد الليبي لكرة القدم إنه كان في مدينة مغازي. يعني حتى أنت محسوب عليك يا رئيس الاتحاد. أنت لما تقول كلمة محسوب عليك. أنت تقول في مصراتة وبعدين تطلع قرار في بنغازي. يعني هنا تضارب، هنا يعني أنت القرار مش في يدك، معناها أنت عندك هنا جمال أن نأكد ونقول أن هذا الاتحاد غير مؤهل لقيادة كرة القدم الليبية في هذه المرحلة وفي هذا الوقت، وإنقاذ كرة القدم والخروج بها إلى مصاف الفرق المتقدمة. أنا نقول لك يعني ليس يعني ضد أي حد، ولا نعرف منهم بعضهم، ولكن غير مؤهلين الأشخاص اللي للأسف نرجو من الأشخاص الداعمين. أدعو الأشخاص الداعمين لكرة القدم في ليبيا أن يفكروا جيدا وأن يعيدوا تشكيل هذا الاتحاد. إذا كان تبوا كورة تصل بكم إلى المنصة العربية والأفريقية والدولية. جمال أنا سعيد جدا أنك أنت كنت معي. كان عندك أي إضافة؟ أنا عندي موضوع هذا متاع الأندية اللي الآن طايحين فيها شراء لاعبين 7 مليون 5 مليون 6 مليون، وهم ما عندهم استثمارات حتى تجيب حتى 500,000. هذه مأساة، هذه بروحها مصيبة كبرى. هو دوري ليبيا ويستاهل لعيب ب5 مليون بالله عليه. وعليه استاذ محمد يعني بنفتح قوس بسيط وهو الاخير تمام. نعم. لانك انت تكلمت على الجزئيه، قلت علاش انا لما بديت المداخله نتاعي شكرتك على الطرح اللي قمت به. من ضمن الطرح اللي قمت به الخطاب الاعلامي بالنسبه للانديه استاذ محمد. جدا الموضوع مهم جدا جدا. هذا الموضوع لابد ان يكون فيه حسم من الدوله بصراحه، لانني نلاحظ في كل الانديه في صفحات الخاصة وتتبع فيها الجمهور. يعني للأسف تلقى نعت للجمهور للنادي الثاني مش باسمه الصحيح، عدم مثلا نشر الشعارات، عدم ذكر النادي الثاني. كله حفر. يعني للأسف
هذه مشكله كبيره. انا نتمنى من خوتنا من الانديه، وخاصه الانديه الكبيره اللي هي اللي عندها قاعده جماهيريه، ان نرسل لهم رساله ونتمناها تسمع، انهم يحكموا العقل، وانهم يعرفوا المرحله اللي تمر فيها ليبيا دقيقه جدا، ومرحله بيئه خصبه للفتنه، وبيئه خصبه لنشر الشائعات. نتمنى يا رب العالمين ان يكون هناك قاده اعلاميين في الانديه الكبرى، وخاصة الأربعة المعروفة. نتمنى أن يكونوا يجيبوا ناس عندهم الحكمة، تعرف الرياضة ما هي الرياضة، ما الغرض من الرياضة. ونتمنى يعني نتمنى أن تكون هذه تكون بداية لتقريب الجمهور مع بعضه، ولنم شمل. ونقول لك على حاجه محمد، هذا راهو موضوع ما تنساش عليه. لو تبدا الصفحات بس فقط الفيسبوك في حسن النوايا، الجمهور راهو حيتبع، والجمهور يحب حسن النوايا ويحب انديته ويحب الرياضه ويحب كره القدم. وبالامكان ان الجمهور من خلال الصفحات نرتقي بجمهورنا. جمال هو لازم جمال تحكيم العقل والوطنيه ومخافه الله، هذا يعني مطلوب. نعم. ولكن نعم. القانون لابد ان ياخذ مجراه زي ما قال نعم. الدكتور، اللي صحيح. هي الاداره المختصه في هذا الموضوع، سواء كان الانديه ولا حتى الاعلاميين ولا هذه السوشيال ميديا. يجب ان تكون في الموضوع يكون محسوم من خلال القانون. اي شخص نعم. يسبب فتنه يسبب اساءه يجب ان يتم استدعائه. جمال، بارك الله فيك، وانا مشكور جدا انك كنت معنا.